السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض احلى واجمل طريقه لعمل بسكوت الاوريو. بجد طريقه سهله قوي وبمكونات موجوده في كل بيت، بجد من كتر سهولتها هتقومي تعمليها عشان هي تحفه تحفه تحفه. وشجعوني كده باللايك عشان الفيديو القمر ده يستاهل 100,000 لايك بجد، من كتر السهولة والجمال ده كله. شجعوني بقى، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة. يلا بينا ندخل على الفيديو. قبل ما ندخل على الفيديو يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وندخل بقى على الفيديو. مبدئيا كده الكوباية اللي هنستخدمها للمعايير هي تبقى كوباية واحدة بس. معانا نص كوباية من الزبدة، كوباية من الدقيق، كوباية من الكاكاو الخام، كوباية من السكر البودرة، و6 معالق من الحليب أو اللبن. ومعانا كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، وكيسين فانيليا. هننزل زي ما انتوا شايفين كده بالزبدة في بولة كده، ومعانا مضرب يدوي. عايزة تستعملي المضرب الكهربائي عادي، بس هي مش مستاهلة يعني. هننزل كده بالشكل ده بنص كوباية من الزبدة في بولة. هننزل كمان بكوباية من السكر البودرة، وكيسين من الفانيليا. ونقلب بقى الخليط ده كويس قوي. طبعا هنا لقيت البولة اللي كنت بستخدمها كان لونها نفس لون الخليط، فحبيت اغيرها عشان يبقى باين معاكم. هنقلب بقى كويس قوي قوي لحد لما اللون كده يبقى فاتح معانا، وكمان السكر والزبدة يختلطوا مع بعض كويس قوي، يبقى قوامهم كريمي كده. لازم تتقني كده في الضرب، تضربيها شوية حلوين. انا ماشية معاكم واحدة واحدة علشان تبقوا شايفين، لان هو بيحتاج الخطوات دي مهمة قوي، فلازم تركزي معايا فيها. طبعا هنا كده بعد ما وصلنا للنتيجة دي احنا عايزينه هو كده يبقى كريمي معانا. هنبتدي بقى ايه، ننزل كده ب6 معالق من اللبن، وكوباية الدقيق والكاكاو. لازم الدقيق والكاكاو يكونوا منخولين، انا كنت نخلة الدقيق وهنا هنخل معاكم الكاكاو. هنا رشة من الملح، ذرة كده خفيفة، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى الخليط ده كله كويس قوي. هو مش بيحتاج عجن كتير، هو يدوب بس الخليط يعني يدخلوا في بعض. الدقيق والسوائل كده تدخل في بعض بس، لكن هو مش ما تعجنيش يعني قوي عشان ما يعملش معاكي عرق. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ادخلهم كده في بعض، وبعد كده هنزل بايدي عشان اتاكد ان مفيش دقيق خالص. بالشكل ده هنقلب كويس قوي، وبعد كده انزل بايدي. انا طبعا مش هعجن، انا هلم العجينة بس. طبعا ما تعجنيش خالص خالص علشان العجينة ما تعملش معاكي عرق. انا بحب اعجن بايدي علشان طبعا اشوفها محتاجة ايه، تبقى طرية تبقى ناشفة. طبعا دي تعرفي بايدك يعني. انا هنا كده بلم العجينة، فحسيتها شوية محتاج شوية حاجة بسيطة قوي من اللبن، فجبت معلقة واحدة بس، معلقة واحدة بس لبن. وعجنت تاني، انا ما برضو مش بعجن، انا بلم.
والشكل ده بقت معانا كده في الاخر، لمت معانا العجينة، ما تبقاش ولا يابسة ولا طرية، يعني تبقاش طرية سايبة، هي دوب تبقى ملمومة كده. ونجيب كده ايه على صينية كده ونحط كيس من تحت، كيس تلاجة عادي براحتك، عايزة تحطي كيس، عايزة تفردي على الصينية براحتك خالص. وهنحط كمان كيس تلاجة من فوق وبالنشابة وهنفرد. وحضرنا كده الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا، ودهناه دهنة كويسة من الزيت او السمنة. هنفرد زي ما انتوا شايفين كده، تفرديها تخليها مربعة يعني او مستطيلة براحتك، المهم انها تكون ايه رفيعة، السمك بتاعها ما يكونش تخين بالشكل ده. هنشيل بقى كيس التلاجة اللي فوق ونقطع العجينة بقى بتاعتنا. التقطيع بصوا انا معايا ايه ده، بتاع القمع اللي بنعمل بيه الحلويات، الكريم شانتيه وكده، دي بتاعته يعني بتاعت الكيس الحلواني. لو متوفرة اعملي بيها، اشتغلي بيها. انا اشتغلت، هي دي نفس الحجم بتاع الاوريو بس كده. ولو مش متاح عندك بتاع الكيس الحلواني، شوفي اي حاجة تكون نفس المقاس. هنقطعها طبعا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا واحنا شغالين كده بيكون الفرن سخن، مولعين الفرن عشان يسخن. هنطلعها بالشكل ده، تطلع معانا بكل سهولة، مش بتلزق ولا حاجة. والسمك بتاعها زي ما انت شايفة كده، ولا يكون رفيع قوي ولا تخين، يكون حلو. هنرص كده في الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا. لو متوفر عندك ورقة زبدة اشتغلي بيها عادي، لو مش متوفر زي كده كانت خلصانة، اشتغلي زي كده ايه دهنتها زبدة، ودهنت الصاج زبدة يعني، وحطيت البسكوت بتاعنا بالشكل ده. بس طبعا لو مش متوفر ورقة الزبدة، فانتي مش هتسيبيه يبرد، لما يطلع من الفرن وهو سخن كده هتطلعيه، عشان لو سبتيه يبرد هيلزق معاكي في الصاج. فانتي قبل ما يبرد تطلعيه هو لسه سخن، ما تخافيش خالص، مش هيتكسر معاكي ولا حاجة. طلعيه هو لسه سخن، واحدة كل واحدة بالراحة كده بالشيالة بتاعتك اللي انا بشيل بيها كده، وتطلعيه. ده للي ما عندوش ورق زبدة. اللي عنده ورق زبدة عادي جدا يسيبه يبرد وهيطلع معاه بكل سهولة. اللي ما عندوش بقى ورق الزبدة زي ما قلت لكم كده، طلعوه هو سخن. هنعمل الكمية طبعا كلها بنفس الطريقة ونفس الشكل ده. ونرص كده في الصاج. هو سهل جدا، بس بيحتاج شوية تكات بسيطة، فلازم تركزي فيها عشان ما يبصش منك. وانا والله ما خبيت عنكم اي حاجة، او اي حاجة قابلتني بقولها لكم. ف بس يعني فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، عشان انزل لكم وصفات حلوة قوي. هنعمل طبعا الكمية زي ما انتوا شفتوا كده، بنفرد العجينة، وبعد ما نفردها فردة كويسة كده منخليهاش ولا تخينة ولا رفيعة، ونرص كده في الصاج. وتشيليها بالشيالة، ما تشيليهاش بايدك عشان ممكن تتقطع منك يعني. بجد كان تحفة، وكل اللي داقه شكر فيه جدا، وتحفة تحفة يعني، لازم تجربوه. انا متأكدة انك هتطلعي من الفيديو ده تعمليه على طول ان شاء الله. طبعا بالشكل ده عملنا الكمية كلها للتشكيل بتاعنا، عشان يكون عليه طبعا ايه زي الاوريو. جبنا كده اوريو، انا كنت عايزة من الاوريو اللي هو الاصلي، فتجابلي من الاوريو ده مش مشكلة، المهم ان يدينا نفس النتيجة. هنمسك كده قرص من الاوريو المشري، وهنضغط ضغطة خفيفة، ما تضغطش قوي يعني، ضغطة خفيفة بس، علشان ايه زي كده حاجة بتختمي بيها، فاهمة قصدي؟ يدوب بس ناخد النقشة بتاعة الاوريو بالشكل ده.
انا ماشي معاكم واحده واحده علشان بس ما تتوهوش مني. بصي، خد النقشه بتاعته بالظبط، ضغطه بسيطه قوي قوي، ما تضغطيش جامد يعني، يا دوب بس تاخد الشكل. يا جماعة بجد طريقته سهلة وجميلة جدا، انا مبسوطة بالنتيجة والله، فلازم تجربوه وتكتبولي كده في الكومنتات انك جربتوه، والطعم حكاية في حتة تانية. بصوا الجمال، احنا كده خدنا الشكل بتاع الاوريو. هنعمل طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة. وزي ما قلتلك تمشي كده بالراحة. وللتسوية يا بنات تدخليه الفرن، يكون سخن، يكون في سخن مسبقا يعني. واول ما تدخلي كده الصاج بتاعك توطي النار قوي قوي، تخليها واطية، وهيقعد معاكي 15 دقيقة بالظبط وتطلعيه. كده دخلنا بقى الفرن. هنا بقى للكريمة بتاعتنا معانا ربع كوباية من الزبدة ونص كوباية من السكر البودرة. بس هي دي بس، هي دي بس، هي دي بس. ومعانا كده مضرب كهربائي، لازم مضرب كهربائي علشان يضربهم كويس قوي. وما تخافيش خالص خالص، مش هيكون فيها ولا ريحة ولا طعمة كده مش حلوة. بجد كانت تحفة، والحشوة زي اللي بنشتريها من بره واحسن وانضف كمان. هنضرب طبعا لحد لما اللون كده يفتح معانا، يكون فاتح قوي. هتاخد معاكي بتاع 5 دقايق بس يعني، مش هتاخد كتير. وهنا كده بعد ما ضربناها ال5 دقايق بقت ناعمة قوي وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. لو في الصيف هتحطيها كده في التلاجة، انما دلوقتي احنا عشان في الشتا هي مش محتاجة تلاجة، هي جميلة قوي تستخدميها. طبعا البسكوت بتاعنا بقى كده ايه استوى بالشكل ده، بيكون مقرمش وجميل جدا، والرسمة بتكون لسه موجودة. وزي ما انتوا شايفين كده القطعة بتاعة البسكوت، البسكوتية كده زي ما هي حلوة، ولا فرشت معانا ولا بقت كبيرة كده زي الكيكة ولا حاجة، عشان المقادير مظبوطة. هنمسك كده بسكوتاية ونحط في قلبها قطعة كده يعني حاجة صغننة من الكريمة بتاعتنا، ما تكتريش. وهنحط كمان بسكوتيه فوق الكريمة، وبالشكل ده وبقى معانا احلى واجمل اوريو، بجد تحفة تحفة. هنعمل مع بعض كده كام واحدة عشان تشوفوا. طبعا احنا بنحب الكريمة كده تبقى من جوه كتيرة، فانا كنت بزود شوية عشان اللي بنشتريه بتكون حاجة بسيطة قوي، من جوه بتبقى حاجة يدوب علامة يعني. انما احنا هنا عشان حاجة في البيت وحاجة نظيفة كده، فانا بحب الكريمة تكون كتيرة من جوه. بس هو يعني متكتريش قوي يعني، انا كنت بعمل في المعقول. بصي الشكل طيب، بجد خطير جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وتجربوه كده وتدعولي دعوة حلوة، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسونيش بقى كده باللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، عشان والله الفيديو ده يستاهل لايكات كتير قوي، واللي مشتركش في القناة لازم يشترك. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بس كده، وبعد ما خلصنا كده، طبعا دي مش الكمية كلها يا جماعة، بس كده اللي طولت اصوره من كتر حلاوته والله. كنا بناكله كده من غير ما نحس، لانه تحفة تحفة يعني، طعمته خطيرة قوي. شايفة جماله طيب، بجد خطير، لازم تجربوه. انا مش هسيبكم كده تعدوا، لا لازم تجربوه لانه تحفة، ومكوناته سهلة قوي وبسيطة وجميل جدا. هقسم معاكم واحدة كده. بيتقسم معانا بكل سهولة، شايفين الجمال؟ خطير يا جماعة، يستاهل بقكم والله العظيم. كان نفسي ادوقهولكم كلكم واحد واحد. فين الجمال والتفاصيل؟ خطير.
بجد والله يستاهل التجربة. يلا بقى قومي كده جربيه لأولادك وبألف هنا وشفا يا رب. وتدعولي كده دعوة حلوة وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة. وهنا الفيديو بتاعنا كده خلص، واشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم بقى مع العظمة دي واقول لكم سلام.